اكتر الاسئله اللي الطلبه بيقولوها في اول السنه او بيبقوا خايفين منها ان هو دايما عنده تخوف من اللغه، حاسس ان هو مثلا كان دراسته باللغه العربيه وفجاه بدا يدرس حاجه باللغه الانجليزيه، فحاسس ان هيبقى عنده صعوبه في اللغه يعني. مبدئيا انا عايز اقول لك ان حرفيا موضوع اللغه ده حاجه سهله جدا ومفيش فيه اي مشكله خالص. انت كل اللي انت بتعمله ان انت في بدايه الدراسه تقريبا بتاخد فتره حوالي شهر كده في البدايه او اقل شويه، ان كل مصطلح غريب بالنسبه لك لان انت داخل في مواد انت بتدرسها لاول مره، فدايما بيكون في شويه مصطلحات خاصه بالماده دي. انت لما بتبدا تترجمها، مثلا النهارده في مصطلح معين قبلك فانت بدات تترجمه، بكره المصطلح ده نفسه هو تاني قبلك مره تانيه في الدرس اللي بعده فانت بدات تترجمه تاني لحد ما انت هتحفظه. فحرفيا مشكله اللغه دي بتتلاشى في خلال تقريبا حوالي شهر. كل ما عليك هو ان انت بس اهم حاجه وانت بتحضر المحاضره في البدايه تبقى فاهم الفكره العامه اللي الدكتور بيشرحها وتبقى عارف الدرس بيتكلم عن ايه. بعد كده لما بترجع بقى وتبدا تقرا انت الدرس مع نفسك، اي كلمه صعبه بتقابلك انت بتترجمها فوقيها. طبعا بلاش بقى ان انت مثلا تقعد تاخد الكلمات على جنب وتقعد تحفظها كانك بتحفظ كلمات بتاعت الانجليزي، يعني مش كده الموضوع، مش كده خالص. الموضوع هو بيجي بالتكرار، ان انت مثلا في مصطلحات معينه هتقابلك النهارده وهي هتقابلك بكره تاني وانت بتذاكر الدرس اللي بعده، فانت هتتعود عليها. وتقريبا حرفيا ان انا عمري ما سمعت ان في حد حول من الكليه عشان شايف ان اللغه بالنسبه له صعبه، بالعكس خالص. الموضوع كل الناس بتتعود عليه، وبعد فتره معينه تقريبا شهر زي ما قلت لك كل الناس بتبقى متعوده على الدراسه باللغه الانجليزيه. وانت اصلا هتحس ان اصلا الطب باللغه العربيه ما تعرفش تدرسه، لكن الانجليزي انت هتحس بعد شويه ان هو اسهل يعني. فده بالنسبه لايه مشكله اللغه.